مرحبا بكم الناس الكل في قناتي أشرف طرابلسي على اليوتيوب. أنا الملكة مريم بن ملهم تعلن انفصالها عن زوجها والأخير يفضحها بالوثائق. نشرت الممثلة مريم بن ملهم تدوينة صادمة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلالها انفصالها رسميا عن خطيبها الليبي الجنسية جمال الكفالي بصفة نهائية، هذه المرة بعد أن أعلنت عن انفصالها عنه في وقت سابق ثم قررت العودة إليه. وقد كشفت مريم بن ملهم أن خطيبها الليبي قد اعتدى عليها بالعنف في منزله وانهال عليها بالسب والشتم بعد أن قام بتفتيش هاتفها الشخصي والاطلاع عن رسائلها الشخصية على تطبيق فيسبوك ميسنجر. وقد تقدمت الأخيرة بشكوى عاجلة ضد خطيبها بعد كما قلنا بعدم، وقالوا لها أنه ما نجمش يحاسبوه بسبب عمله في السلك الدبلوماسي. وردا على ذلك تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوين نشرها خطيبها السابق قال فيها أنه هو الملحق الإعلامي في السفارة الليبية في تونس، واليوم أنا أقدم اعتذاري على زواجي بالراقصة التونسية وإهدائي إياها سيارة فخمة وفيلا ومجوهرات وألماس.